يا صباح الفل عليكم، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل احلى تشورز اقتصادي من غير زبده، من غير لبن، من غير اي مكونات تجيبها من بره. كل حاجتك عندك في البيت هتعمليها، هتقومي تعمليها دلوقتي حالا. جنبيها شويه عسل، جنبيها شويه شوكولاته، جنبيها شويه شوكولاته بيضه، في منتهى الجمال والروعه. اقتصادي جدا، ما فيهوش اي حاجه. هنبدا بالمقادير. جبت كوبايه دقيق منخول طبعا، نص كوباية زيت بس يكون ملوش ريحة، وكمان كوباية مية والفانيليا. هنحط حلة على النار ونحط فيها كوباية المية، وبعدين النص كوباية زيت، وهنروح حاطين معلقة سكر ورشة ملح والفانيليا. هنخليها على النار لغاية ما تغلي. عارفين طريقة البلح الشام؟ هي نفس طريقة البلح الشام بالظبط. في ناس بيعملوها بالزبدة وفي ناس بيعملوها بالزيت، وفي ناس بيحطوا عليها ألوان يعني عشان يخلوا لون البلح الشام أصفر، كاستر أو أي حاجة. أنا ما حطيتش، احنا عايزينه كده بالطريقة ديت بالظبط. يبقى حطينا ايه؟ حطينا كوباية مية، حطينا نص كوباية زيت، حطينا كمان معلقة سكر ورشة كده ملح وفانيليا. هنخلي لغاية ما تغلي، هنطفي عليها، هنحط كوباية الدقيق المنخول ونقعد نقلب كده على البارد. احنا طافين عليها. هنقلب جامد، وبعد كده هنولع البوتاجاز ونقعد نقلب فيها جامد لغايه اما تستوي فيها. تقعدي تقلبي جامد كده عشان الدقيق يستوي كأنك بتعملي كده بشاميل. عشان الدقيق يستوي في الحله يعني يستوي. بص، تقعدي تقلبي 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 لغايه اما تلاقي الحله من تحت يعني فيها دقيق ماسك كده فيها من العجين يعني. بتقعد تقلبي جامد جامد لغايه اما تلاقي انا كنت مغطيه الحله. رحت يعني ايه، خليتها وسط عشان تعرف تعمل الطبقه البيضه اللي تبقى في قعر الحله من الاخر، يعني عشان ايه ما حدش يقول لي انت بتقولي ايه. انا مش عارفه اقول في الحله من تحت. المهم، بعد ما تستوي خالص هنقعد نبرد فيها اهيت. شفتوا الحله من تحت عامله ازاي؟ بيبقى فيها ايه؟ بتاع ابيض كده يعني من الدقيق. بعد ما استوت خلاص بنسيبها تبرد، تقعدي تقلبيها لغايه ما تبرد، او عايزه تنجزي بتجيبي المضرب تقعدي تضربي فيها لغايه ما تطلع كميه البخار اللي فيها. انا فضيتها من الحله، حطيتها في طبق تاني. قعدت اقلب فيها بالمعلقه الخشب لغايه ما البخار والسخونيه راحت منها، عشان نعرف اضيف البيض عليها. قعدت اقلب جامد جامد. طبعا احنا ما بنحطش بيكنج باودر خالص لان هي هتنفش من البيض اللي احنا هنحطه. قعدنا نقلب جامد لغايه اما كميه البخار راحت والسخونيه راحت، عشان ما ينفعش احط البيض على العجينه وهي سخنه، طبعا هتستوي. حطينا بيضه بيضه وبنضربها بالمضرب. كل ما احط بيضه اضربها بالمضرب، مضرب كهرباء. مش عندك مضرب كهرباء اضربيها بالمضرب العادي. احنا عايزينها بس ان هي تتجانس مع البيض ويكونوا لي عجينه عامله زي عجينه البلح الشام بالظبط. كل بيضة بنحطها يعني بيضة بيضة، مش هنحط البيض كله على بعض. بيضة بيضة ونقلب بالمضرب او بالايد او باي حاجة او بمعلقة اللي تسعفك اعملي بيها. خلاص احنا حطينا كده الاربع بيضات وضربناهم خالص، هتكون عجينة كده هتمسك في المضرب، هتشوفوها كده. بصوا اهيت العجينة اهي كملت خالص اهي، حتى بقت تلف حوالين المضرب من تحت اهي. كده خلاص عجينة التشورز خلاص اتعملت. خلاص كده اتعملت خلاص. انا بقعد اقلب فيها كده، بوريها لكم عامله سمكها عامل ازاي. هجيب طبعا كيس بتاع الحلويات بتاع الكريم شانتيه، اروح حاطاه فيه عشان مش هينفع ان انا اعملها بمعلقه ولا اي حاجه. هي زي البلح الشام بالظبط. هروح بقى ايه، طبعا مش هحط بالبله ولا اي حاجه، لان انا هعمله على الجهاز بتاع التشورز اهوت. هو نفس جهاز الوافل، لانه كان فيه 6 اشكال. دوت هو عامل زي الصوابع كده، زي صوابع بلح الشام، بس احنا من غير زيت. يعني بتبقى خفيفة جدا ومش بتبقى تقيلة ولا فيها زيت ولا أي حاجة. بتبقى خفيفة جدا وهشة كده. الجهاز ده بتاع جانو. أنا كده ولعت الجهاز لما بيديني اللندة الحمراء أهيت.
خلاص ولع خالص واللمضه الخضراء قادت، بروح فاتحاه واحط زيت، ادهن الصوابع بتاعه الوش زيت من فوق ومن تحت، عشان اعرف ايه احط العجينه. احطها طبعا بالكيس عشان تبقى سلسه معايا، مش هتعرفي تحطيها من غير كيس. بنحطها كده وحدات وحدات. في ناس بيعملوها صغننه، يعني بيعملوا نص الواحده، نصها. بس انا قلت اعملها صوابع كبيره، وفي الاخر اخر واحد طبعا انا عملته صغير كده. بنرص طبعا العجينه بتاعتنا بتاعت التشورز في الماكينه، ونروح قافلين عليها. اول ما تديني اللنده الخضراء هتلاقي في دخان طالع من الماكينه من ورا، دخان جامد. انا فتحت لقيتها طبعا لسه ما كانتش استوت. قبل ما اوريكم الحته ديت ما كانتش استوت لسه. كل شويه افتح عليها عشان اشوفها استوت ولا لا. طبعا ما بتستويش على طول، لان كانت اول مره بصراحه اعمل في الجهاز في الوش دوت بتاع الجهاز. كان برضك لسه ما كنتش عارفاه. في الاول خالص طبعا ما استوتش، فضلت وراها لغايه ما استوت. طبعا اول تجربه بتبقى فاشله شويه. تاني واحده عملتها طلعت جميله جدا، اتعملت على طول اهيت. طبعا اول ما بتطلع بتبقى ناشفه جدا. بتطلع اهي عامله زي صوابع البطاطس المقرمشه. حطيناها في سكر وقرفه. وبعد كده هنعمل تاني طبقة. طبعا انا عايزة اخلص الكمية اللي معايا عملت لي شوية محترمين والله العظيم، كان طعمه جميل جدا. عايز جنبيه صوص شوكولاتة بيضة، عايز جنبيه صوص كراميل. ممكن تاكليه بالسكر والقرفة بس، ممكن تاكليه جنب عسل زي ما انا عملت. انا غفلتكم. وده طبق عسل يا جماعة، مش طبق شوكولاتة خالص، عسل اسود. ما كانش عندي شوكولاتة، ما كانش عندي اي حاجة من دول. لقيت عندي عسل، قلت اجربها بالعسل، بطعمها في منتهى الجمال والله العظيم. لو انا بقى ما كنتش حاطة عليها سكر ولا قرفة، كنت كلتها بجبنة والله العظيم كان طعمها حلو، لاني ما كنتش حاطة سكر كتير في العجينة، كنت حاطة معلقة واحدة بس. فردنا تاني واحدة، طبعا في واحدة اتعوجت، بس لما قفلنا عليها استوى. بص عملت ازاي، اتظبطت والله. لا احنا دكاترة يا جماعة والله. 7 صنايع والبخت ضايع. 7 صنايع والبخت ضايع. القناة ديت بصراحة معقداني في عيشتي، كل لما انزل فيديو ماليش مشاهدات، مش عارفة ليه. بس يلا احنا سايبينها على ربنا. طبعا احنا كده عاملينها خلاص اهيت. بنطلعها اول ما بتنشف وتستوي، بقلبها على الجنبين بصراحة. بروح مقطعاها وهي سخنة، اروح حطها في السكر والقرفة. بص بوريكم ان هي ناشفة والله العظيم، جميلة جدا والله، تحفة. يعني اول مره اكل التشورز دوت ما كنتش عارفاه. انا كنت باكل البلح الشامي العادي بس ما اللي بعسل، بس انا ما كنتش بحبه قوي عشان العسل. ان انا بحب الحاجه الخفيفه. حتى لما باكل زلابيا كنت احبها بالسكر بودر. احبها اكلها كده، ما احبش العسل فيها خالص. شوفوا عامله ازاي، شكلها في منتهى الجمال والروعه اهي. حلوه قوي وسهله واقتصاديه. ما حطيناش ولا زبده ولا لبن، كله ميه وزيت، يعني حاجه اقتصاديه على الاخر. عملت بقى ديكور كده حطيت على الخشبه اللي احنا بنقطع عليها. فرشت الخشبه سكر بالقرفه، يعني ديكوريشن حلو يعني. وحطيتها في كوبايات عامله زي كوبايات زي شكل البسكوت بتاع الايس كريم. حطيت حبه هنا وحبه نايمين وحبه واقفين كده يعني عادي. وطبق العسل دوت طبعا انتوا فاكرينه شوكولاته، لا ده عسل اسود والله العظيم ومنيل، بس كان طعمه حلو قوي بصراحه. بص بقى عملت ايه، بحبه ديكوريشن بردك على الكوبايات العسل. نزلته كده على الحاجه على كأنه شوكولاته بقى. ما انا بوهم نفسي ان دي شوكولاته. انا كنت عايز شوكولاته بس ما لقيتش، بس طعمه والله العظيم جميل قوي بالعسل. جربوا عسل، جربوا شوكولاته، جربوا شوكولاته بيضه، كراميل، اي نوع اللي انتوا تحبوه جربوه، في منتهى الجمال والروعه. لو عجبتكم الطريقه بتاعتي لايك وشير واشتراك في القناه، وتدعموني في القناه عشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه